السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. انا عبير. لو اول مره تشوفوني، النهارده ان شاء الله معانا وصفه من احلى واروع الوصفات، كيك قدرة قادر بطريقه سهله وبمكونات بسيطه جدا. تخيلي كيك بطبقات مظبوطه وطعم غني باتنين بيضه بس. وصفه ناجحه من اول مره باذن الله. خليكي معايا لنهايه الفيديو علشان تشوفي كل التفاصيل. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا. وما تنسوش فضلا تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. بسم الله. في البداية هنحضر أول طبقة صوص الكراميل. في طاسة على نار أقل من المتوسطة هضيف كوباية إلا ربع من السكر الأبيض الحبيبات وأوزعه بالشكل ده. ويا ريت تعمليه في حاجة لونها فاتح علشان تعرفي تتحكمي في لونه وما يغمقش منك وطعمه يمرر. وأول ما السكر يبتدي يسيح ويتكرمل بالشكل ده، دلوقتي هبتدي أقلبه بسباتيولا سيليكون أو معلقة خشب. ما ينفعش أقلبه بمعلقة معدن. وأقلبه وما وقفش تقليب في المرحلة دي علشان السكر كله يدوب تماما وما ياخدش لون غامق. وبعد ما السكر اتكرمل واخد اللون الذهبي ده، هنزله من على النار. مش هديله لون اكتر من كده علشان ما يمررش. وهنزل بيه في الصينيه واوزعه بسرعه قبل ما يجمد. ومقاس الصينيه 24. ممكن تستخدمي اي صينيه متوفره عندك، مش لازم زي دي. وكده اول طبقه جاهزه معانا. تعالوا نحضر الطبقه التانية. وفي حله او كسرولة هضيف 4 اكواب من الحليب السائل 800 مللي، يعني كيلو من الحليب شلت منه كوبايه علشان طبقه الكريم تبقى متماسكه. ومعايا 2 باكت من الكريم كراميل. هستخدم البودر بس مش هستخدم الصوص. لو عايزه تستخدميه وتضيفيه بدل الطبقه اللي حضرناها زي ما تحبي، بس انا بصراحه بحب اعمل الصوص في البيت. وهضيف عليه 3 معالق من الحليب البودر النيوزيلندي كامل الدسم. هقلبهم مع بعض على البارد وبعدين هرفعهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر. ما ينفعش اوقف تقليب علشان ما يلزقش في قاع الحله لغايه ما القوام يتقل نسبيا، مش بيتقل قوي. هضيف معلقه صغيره من الفانيليا السائله علشان اعزز الطعم. اختياري، تفرق جدا، جربوها. واول ما يغلي ويوصل للمرحله دي هنزله من على النار وهعديه على مصفى علشان لو في اي تكتلات، وانزل بيه على الصوص زي ما انتوا شايفين. وهسيبه يهدى شويه على جنب ونشوف الخطوه اللي بعد كده. هنحضر طبقه الكيك. في بوله هضيف 2 بيضه بحراره الغرفه. هضيف عليهم معلقه صغيره فانيليا سائله او 2 باكت من الفانيليا. وهضيف عليهم كوبايه الا ربع من السكر الابيض الحبيبات. هخلطهم مع بعض لغايه ما السكر يدوب ولونه يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين. وبعدين اضيف نص كوبايه من الزيت، والزيت يكون نوع حلو ملوش طعم ولا ريحه. هخلط الزيت واضيف كوبايه الا ربع من الحليب الدافي. هخلط المكونات السائله مع بعض. وبعد ما خلطتهم مع بعض هنحضر المكونات الجافه. في المنخل هضيف كوبايه وربع من الدقيق جميع الاستخدامات، والدقيق نخلته مره قبل كده. و3 معالق كبيره من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى ما يعادل 20 جرام. وربع معلقه صغيره من الملح. وهضيف معلقه كبيره بيكنج باودر 12 جرام. وهبتدي انخل الدقيق على المكونات السائله. هنخله على مرتين واقلب في اتجاه واحد لغايه ما الدقيق يختفي. وده قوام الكيك. وبسباتيولا هلم الخليط اللي على حواف البوله وهتاكد ان كل الدقيق اختفى. وكده خليط الكيك جاهز معانا. وطبقه الكريم بردت شويه واتشمعت. هنزل عليها بخليط الكيك واخبط الصينيه خبطتين اخرج منها الهواء، وعلشان الطبقات كلها بعد ما تستوي تبقى متماسكه مع بعض. وهحط الصينيه في صينيه الومنيوم اكبر من الصينيه اللي بعمل فيها الكيك. وهضيف ميه سخنه لنص الصينيه علشان هنسويها في حمام مائي. وهضيف حوالي معلقه كبيره من الخل علشان الصينيه الالومنيوم لونها ما يتغيرش. هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 على الرف الوسط. مشغلاه قبلها ب5 دقايق بس. هتقعد في الفرن من 45 دقيقه لساعه على حسب درجه حراره الفرن عندك. وما تفتحيش عليها الفرن قبل مرور 30 دقيقه. وهتختبريها وهي في الفرن بعود خشبي. وما تنزليش لطبقه الكريم. لو خرج نضيف اطفي عليها الفرن وسيبيها في الفرن وهو مطفي 10 دقايق علشان اول ما تخرج ما تهبطش منك. وهسيبها تبرد وهي في الميه لغايه ما تبقى بدرجه حراره المطبخ. وبعدين هدخلها التلاجة من 3 ل 4 ساعات علشان تتماسك. وده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. في نفس الصينيه الالومنيوم هحط ميه سخنه واحط فيها صينيه الكيك واسيبها 5 دقايق علشان طبقه الكراميل تفك والكيك يتقلب معايا بكل سهوله. وهنشف الصينيه من تحت من الميه واقلبها في صينيه التقديم. وجاءت اللحظه الحاسمه. ما شاء الله اللهم بارك، لونها تحفه وطبقه الكريم متماسكه والكيك شارب من صوص الكراميل. الكيك بيتحدث عن نفسه اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. تعالوا نقطعها مع بعض ونشوف شكلها. تحفه اللهم بارك. وطبقه الكريم ناعمه جدا، كراميل فاتح مش غامق، والكيك هش يعني 3 طبقات من السعاده. ودلوقتي يلا نسمي الله وندوق الكيك ونشوف الطعم. حرفيا تحفه ولذيذه جدا. ان شاء الله لازم تجربوها بنفسكم وتقولوا لي رأيكم. وممكن تحفظوا الوصفة لرمضان ان شاء الله وتبهروا بيها كل ضيوفكم وحبايبكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. هستنى ان شاء الله كومنتاتكم. وما تنسوش فضلا لو عجبتكم وصفتنا النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتنا الجاية بإذن الله.
أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.